السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في الفيديو ده هنشرح ازاي ان احنا نعمل تسجيل دخول عن طريق الموبايل. يجيلك على الموبايل بتاعك رسالة كأنك بالظبط بتكتب يوزر وباسورد. هي حاجة يعتبر من الكماليات او الترند اللي ظاهر بقاله فترة. احنا هننفذها النهاردة. تعال نعمل اوفر فيو على الموضوع ده، نشوف الدنيا بتمشي ازاي. ده اللي هي الديجيتس. طبعا هوريك كل حاجة في الفيديو. بتكتب هنا، لو هنيجي نعمل مثلا مثال عملي، هكتب هنا مثلا رقم التليفون بتاعي، وبعمل هنا اللي هو محمد خالد. تمام. وبتظهر بعد ما اعمل كونتينيو. طبعا لسه ما فعلتش الاي بي اي او ما ربطتش الاي بي اي، فمش هيظهر حاجه. مجرد ما اعمل كونتينيو بيجيب لي الاو تي بي ويدخلني على الموقع على طول. اوكي. طبعا زي ما انت شايف في يوز فون نمبر. سيبك من الايميل ادريس دي، احنا خلينا في الفون نمبر. تمام. في عندك ريجستر ولوجن زي ما انت شايف، وهنا حطينا اللوجو بتاعنا. تعال نعرف بقى الكلام ده حصل ازاي. مبدئيا بس عايزك تبص على 3 حاجات عندي، هي الاي بي اي والبلجن والكستمايز. الاي بي اي ده هنعمله عن طريق منصة اللي هي جوجل اسمها فاير بيس. دي هندخل عليها دلوقتي اوريها لك. البلجن حاجه اسمها ديجيتس. خلاص، دي برضو بلجن مدفوعه، بوفرها لاي حد اخد معاك كورس المدفوع بشكل مجاني. وطبعا كاستمايز عشان ابني الفورم بتاعتي، لان دي في الاخر هي فورم. فاول حاجه هنعملها، هنروح على فاير بيز بتاعتنا. ده شكل الفاير بيز بتاعنا. اول حاجه بروح اسجل اي اكونت بتاعي من اد نيو اكونت. وانا سجلت مثلا اكونت جديد بتاعي كده. ومجرد ما اسجل في الفاير بيس، ممكن تحفظ هنا ممكن اكتبه لك مثلا. تمام، عشان تحفظ اللي هو كده. اوكي، هتكتب بس ايه اليو ار ال ده في الفاير بيس، وامورك هتبقى بخير. هتدخل معايا تطبق معايا. تمام. طيب تعال نعمل الفاير بيس ده في الاول كده. get started with a new project. هنسمي البروجكت ده اي حاجه، محمد خالد بروجكت. بعد كده اعمل كونتينيو، واي حاجه بعد كده كونتينيو. اختار اكونت، مش مهم ان انا اختارها، مش مهم اي حاجه. الجوجل اناليتكس في الحاله دي مش هتفرق معانا. بستنى ان هو يحمل شويه عشان نشوف اللي بعد كده. خلاص، يبقى اول حاجه خالص هي الاي بي اي اللي احنا بنشتغل بيها، والباقي بعد كده سهل جدا يعني، دول مع بعض يعني. نستنى بس يحمل. يقول لي تمام الفاير بيز بروجكت بتاعك. انت اول حاجه بتعمل حاجه اسمها ايه؟ البروجكت. خلاص، بتعمل اول حاجه اسمها البروجكت ده بتنزل حاجه منه اسمها اوثنتيكيشن. خلاص، الاوثنتيكيشن دي بتعمل فيها بقى شغل تاني. خلينا ماشيين واحده واحده. بتروح على الفاير بيز بروجكت وتعمل كونتينيو. هيحمل لك. مجرد ما يحمل لك هتروح على البيلد، على الاوثنتيكيشن اللي تحت. خلاص، هيقول لك بقى شرح ومش عارف ايه، ولو جيت ستارتد على طول من غير كلام كتير. اول ما تشوف التلاتة دول قدامك، فعل اللي هي الفون بتاعتك واعمل سيف. خلاص كده فعلت سيف. بيقول لك هنا بقى ملاحظة حلوة جدا. بيقول لك نيو بروجكت كارنتلي، اللي هو يقدر يعني يستحمل 10 اس ام اس يوصلهم لحد في يوم واحد. لو عايز تزود ممكن تحط بيانات الدفع. طبعا ما تحطش بيانات دفع ولا حاجة، احنا عاملينه فور تيست كده، وهنعمل بدايل تانية في المستقبل ان شاء الله. اوكي، ماشي. طبعا الاس ام اس والاو تي بي والحاجات دي بتكلف يعني. انت هتاخد هنا ما يعادل 300 رساله في الشهر مجانا. طبعا الموضوع ده بيدفع عليه فلوس يعني بشكل عام، مش ليا لكن لشركات الاس ام اس يعني. اشهر حاجه اس ام اس مصر وغيرها يعني. طيب، كده دلوقتي احنا كده فعلنا البروجكت ورحنا على الاوثنتيكيشن زي ما انت شايف، ولقينا كلمه اللي هي الفون. تمام، اللي هي كانت ظاهره هنا، رحنا وفعلناها. وقال لك تحت كلمه enable. طيب تاني حاجة هروح اعمل ايه؟ هروح على السيتنج بتاعتي واربط الدومين بتاعي. هتلاقي في حاجة اسمها authorized دومينز. هدوس عليها كده واروح احط ايه اد دومين، واحط الدومين اللي انا عايز اربط عليه الاو تي بي. واروح على الفاير بيز واحط الدومين بتاعي، واتاكد ان انا الدومين بتاعي مفيش في اوله HTTP ولا HTTPS ولا www.com. هو domain.com على طول، محمد خالد دوت كوم. بعد كده اعمل ادد معايا، هيضيف لك الدومين بتاعك. دي تاني خطوة.
تالت خطوة هروح على ايه؟ هروح على البروجكت بتاعي، بعد كده اعمل الاب. يبقى انا رحت اول حاجة على الاي بي اي على الفاير بيز، بعد كده اديت لك اللي هو اللينك، او ممكن تاخده كوبي بيست او تكتبه. البروجكت عملنا اللي هو الاثنتيكيشن، بعد كده عملنا حاجة اسمها اللي هي الدومين، بعد كده ربطنا من الدومين ده هنعمل حاجة اسمها الاب. الاب ده هتعمله ازاي؟ هتروح على البروجكت اوفر فيو، بعد كده هتروح على كلمة الويب دي عشان انت هتعمل موقع، هتعمل الربط ده عن طريق موقع عشان يديك كود تحطه في الموقع بتاعك. هتكتب ماي نيو اب ده، والاب عامة اكتب اي اسم. بعد كده اقول له ماشي فاير بيز هوستنج فور، يعني الاستضافة نفسها اللي هي فاير بيز هوستنج دي هي اللي هتستضيف الاب ده. اقول له ماشي تمام زي الفل. ريجستر اب. بعد كده اي حاجة هتجيلك احنا ملناش دعوة بيها او مش مهمة بالنسبة لي. استنى بس يحمل. اخش على نيكست ثم نيكست ثم continue to console. ما تدوسش على اي حاجة دلوقتي، استنى 5 ثواني كده ولا حاجة يحمل معاك والامور تبقى تمام. هتروح على الاب اللي انت عملته، هتدوس عليه، هتختار اللي هي العلامة بتاعت الترس دي، هتنزل تحت شوية كده هتلاقي في اكواد كتير وثلاث حاجات. خلاص، ثلاث حاجات دول هتروح على كلمة الكونفج، هتلاقي في كود، خليه معاك الكود ده. يبقى احنا بعد ما عملنا كل الكلام ده كله، الاب فاير بيز بروجكت اوثنتيكيشن دومين والاب، بعد الاب بروح على حاجة اسمها الكونفج زي ما انت شايف قدامك كده، بختار الكونفج وباخد الكود اللي هنا، بعمل سيف او باخده من هنا كده كله كده ايه كنترول سي او احفظه عندي. خلاص، هروح على كده دور الفاير بيز انتهى. هروح على الخطوة التانية معانا، وهي ان احنا ننزل اصلا الاضافة، يعني الاي بي اي ده خلصناه. بعد كده البلجن اللي هي ديجيتس بقى، هروح طبعا على البلجن بتاعي واد نيو بلجن. بعد كده ارفع البلجن اللي عندي لانها ما بتنزلش من هنا. اروح على الابلود، بعد كده اروح على الشوز فايل واخد الملف من هنا عندي اهو. طبعا اي حد واخد الكورس المدفوع بديها له بشكل مجانا يجرب ويتفاعل ويعيش حياته. تمام، بعد كده برفعها وبتحمل، بعد كده بعمل اكتيفيت وبروح على ديجيتس اللي موجودة هنا. اول ما بخش خالص بلاقي في حاجة اسمها SMS جيتواي، بدوس عليها. بعد كده بشطب القديم ده خالص كأنه مش موجود ولا شفته. طبعا SMS جيتواي هختار طبعا فاير بيز، لو اي حاجة يعني تم اختيار حاجة عكس كده لا اختار هنا في اول واحدة خالص الفاير بيز هنا. فاكر الكود اللي قلت لك خده هي كونفج، في كود هنا اخدته اهو كوبي ووديته فين هنا بيست على طول. بعد كده هسيبني بقى من الكلام ده كله واروح على حاجه اسمها البيزك. وطبعا ديجيتس دي بتحمل اوتو سيف، يعني مش لازم تعمل سيف تشينجز او حاجه. هسيب تاني واحده اول واحده زي ما هي. طبعا اتاكد هنا 6 وهنا رقم التليفون، سواء كان انت مكانك فين او بلدك فين سجل بلدك الحقيقيه ان شاء الله عشان يوصلك كود يعني على الموبايل. تاني حاجه الريدايركشن سيبك منها، وكوميرس سيبك منها. احنا في موقع عادي مش في موقع ووكوميرس. ترانسليشن لو عندك ترجمة مثلا عربي او حاجة ممكن تكتب الترجمة بتاعتك. وبيقول لك هنا في حاجة اسمها المو والبو فايل، دي يعني هنعرفها ان شاء الله في الكورس المدفوع. الادفانسد كمان مش العادي. سيبك بقى من اي حاجة بالشكل ده كده خالص، وهندخل على الفورمز اللي في الاخر دي اللي هي الجنرال. هتخلي الاعدادات زي ما انا مخليها بالظبط كده، ممكن توقف الفيديو وتاخد الاعدادات، بتفعل دي وتفعل دي. ما تفعلش اول اتنين علشان دول هيخلي لك ال WP admin بالفورم، وهتبقى حاجة مش احسن حاجة يعني. اللوجن بتاعنا طبعا الخيارات اهي، ممكن توقف الشاشة وتاخد الخيارات دي كلها وتطبق زي ما انا مطبق بالشكل ده. تو authentication تو فاكتور authentication دي مهمة. وقف الشاشة وخد الايه وخد الاعدادات عشان وقت الفيديو. نفس الكلام هنا طبعا هتعمله enable sign up، واي حد بيدخل بيبقى واخد رول سبسكرايبر. بعد كده اليوزر نيم جنريشن فورم نيم ماشي. طبعا احنا مش هنحتاج لا باسورد ولا ايميل، احنا عايزين بس اللي هي الفون فيريفيكيشن. وطبعا بلوك دي سيبها زي ما هي. هنا بقى الفورم اللي احنا هنركز عليها شويه اغلب الوقت، يعني هو بيقول لك ايه يوزر نيم وايميل وموبايل ونيم والكلام ده. احنا هنسجل بايه؟ احنا هنسجل بالفون نمبر والاسم. خلاص،
يبقى كله هياخد نو، والموبايل نمبر هياخد ريكوايرد اللي هو مطلوب، والنيم هياخد ريكوايرد. مش هنخلي ولا واحده اوبشن من دول، وفي نفس الوقت هناخد اللي احنا عايزينه يكون موجود، بس مش عايزين نكتر يعني. خلاص يبقى انا كده اتعمل اوتو سيف والامور تمام جدا. طيب في حاجه اسمها النيتيف فورم ستايل. النيتيف فورم ستايل ده هقوله لك بس بعد ما ادخل كده على اللي هو التابة جديدة عشان اظهر لك بس الفورم هتظهر ازاي، وهنتابع موضوع النيتيف فورم ستايل ده. دلوقتي انا نزلت الديجيتس عندي اللي هي البلجن، والبلجن دي طلعت لي الفورم. طب لينك الفورم ده ايه؟ عشان اشوف اللينك الفورم بتاعتي، لينك الفورم ده هاخد اللي هو اليو ار ال بتاعي، واروح على المتصفح الخفي ده، وهعمل سلاش، وهكتب ايه؟ هكتب علامة بالانجليزي طبعا، علامة تعجب لوجن، بعد كده يساوي ترو اللي هي الحقيقة. خلاص يبقى هو ده اللي هو اليو ار ال ده اللي بيتكتب جنب الدومين بتاعك عشان يظهر لك الفورم بتاعت الديجيت. تعالى كده ناخدها بشكل اقرب لعينك. احنا كده هنا، او احنا في البلجن اهي، هنحط دي كده، هنكتب هنا ايه؟ الدومين بتاعي، بعد كده سلاش، بعد كده علامة تعجب بالانجليزي مش بالعربي، عشان لو بالعربي مش هجيب لك الفورم. يعني هوريها لك قدام عينك. دي كده الشكل الصحيح، وهيجيب لك الفورم دلوقتي. لو انا رحت كده وعملت على عربي علامة تعجب، مش هيجيب لك الفورم، هيقول لك الصفحة اللي انت دخلتها دي صفحة غلط. فتأكد دايما ان علامة التعجب دي هي العلامة الصحيحة باللغة الانجليزية. اوكي اوكي، وجاب لك اهي الفورم بتاعتك والامور زي الفل. خلاص. طب ايه هي بقى النيتف فورم ستايل؟ هو ببساطة ان انا بتحكم في شكل الستايل. دلوقتي الستايل اللي انا بختاره ده، طبعا هعمل اد نيو ديزاين. الثيم اللي انا بختاره ده هو لايت مثلا، فما هو يبقى لايت هيختلف عن اللون الاسود اللي هنا. محطوط له الوان مخصصة باللايت اهو، الوان مخصصة باللايت. شوف انت عايز ايه، تخليه لايت ولا دارك، دي حاجة ترجع لك. طيب الدارك اللي موجودة هنا، خلاص دوست على الدارك، وده زي ما قلنا ان هو بيعمل سيفنج تحت اهو، سيفنج اهو لوحده من غير ما انا اتدخل في اي حاجة. بروح فورا الاقي ان هو مجرد بعمل ريفرش ان هو هيقلب اللون الدارك لوحده. خلاص. طيب انا مثلا اخترت دارك، ماليش دعوة بقى باعدادات اللايت دي خالص، انسى اعدادات اللايت دي. طالما انا اخترت هنا ايه؟ دارك. هروح على الدارك هنا واحط مثلا اللوجو بتاعي، اللوجو اللي هو اصلا كان محطوط هنا اهو. حطيت اللوجو بس ما عملتش حاجة تانية يعني. كل اللي انا عملته رحت على الدارك، ورحت على اللوجو، ورحت منزل طبعا اللوجو قبل كل حاجة، وحاطط اللوجو بالشكل الجميل ده. هو لونه ابيض فمش شايف انت اللوجو عشان لونه ابيض. وهنا بقى بيقولك البرايمري كولر اللي هو الابيض مثلا، الاكسنت كولر، العب في الكولرز دي براحتك يعني. خلاص. طبعا الايميل، اللوجو، الحاجات دي كلها ممكن ان احنا نشيلها خالص. وكده يبقى الامر بتاع الشكل بتاعنا تمام جدا، والامور كلها تمام. كده يبقى انت عملت الفورم بتاعتك، انت كده عملت الفورم بتاعتك. طيب يا محمد، انا عرفت دلوقتي اللينك بتاع الفورم بتاعي، يعني ممكن ان انا اربطها بهيدر او فوتر، صح كده؟ اقول لك يلا بينا نربط اللينك بتاعي بالهيدر. هتروح على، انا طبعا مستخدم هنا الثيم اوبشن او الثيم بيلدر، فهروح على التمبلت بتاعي، بعد كده اروح على الثيم بيلدر اللي عامل بيه الهيدر، علشان اروح اعمل ايه؟ اخلي الفورم دي باينه في الموقع في الهيدر بتاعي. فاحنا عارفين ان ديجيتس مديانا فورم، واحنا عرفنا خلاص اللينك بتاعها اللي هو الدومين بتاعي. بعد كده بحط ده في اخر بعد الدومين. يبقى هروح على الهيدر بتاعي edit. انا كده بنقل الفورم بتاعتي من حيث انها تبقى مجرد لينك الى ان انا ادخلها فين؟ في الهيدر، عشان العملاء تتعامل على الموقع بتاعي بدون اي مشاكل. واحنا ماشيين مع بعض واحدة واحدة. لو تعبت عيد الفيديو تاني، او لو مش عارف حاجة عيد الفيديو، هتلاقي الامور تمام جدا. دلوقتي انا عندي الهيدر البسيط الجميل اوي بتاعي ده. هروح عامل اي بوتون، اي زرار، انا عامل زرار اهو بوتون، مفيش اي حاجة صعبة. خلاص. في اللينك بتاعي هنا انا قلت ايه؟ انا قلت هنا ايه؟ ان انا باخد الدومين بتاعي اللي هو الدومين اهو. خلاص. وبروح كتبت الدومين بتاعي اهو. يا عم هاخد الدومين بتاعي واكتبه قدامك اهو. خلاص. وهزود عليه
الكود اللي هو ايه، الكود اللي هو ده اللي انت شايفه اهو كبير قدام عينك اهو. هزود عليه بس الكود ده اهو، هزود عليه الكود ده عشان يطلع في الاخر شكله عامل ازاي، يطلع في الاخر شكله عامل كده اهو. اهو الدومين لحد دوت كوم، وبزود الحاجه اللي في الاخر. وبعد كده بعمل ابديت كده. انا حطيت اللينك بتاع الفورم اللي شغال عندي فين، في الزرار هنا اللي فين، في الهيدر. ولو انت عايز تعمله في الفوتر اعمل زرار وحط ده في الفوتر عادي. لو عايز تخلي الفورم ده مجرد ما حد يدوس عليه في نص الصفحة اعمله وعادي هيبقى شغال معاك زي الفل. بعد كده اعمل اللي هو اكزيت. طبعا هروح اعمل حاجة بس عشان ما ينفعش يبقى في 2 يوزر في نفس الايه، في نفس الجهاز يعني. فانا هنا عندي بس اليوزر الادمنستريتور. هروح على الموقع بتاعي عادي كاني عميل، كأن انا دلوقتي عميل. الغي الصفحة دي خالص. هروح ادوس على الصفحة دي واخليها في متصفح خفي عشان يظهر لي الفورم بتاعتي. ثانية واحدة، هاخد دي اروح على البرايفت. طبعا انا كتبت ايه، دي غلطة فنية عندي، استعجلت شوية، كتبت من غير الكود. برضو كتبت ايه، اللوجن يساوي ترو اهي، نفس اللينك اهو. وبس انا كتبت اللينك فيه الهيدر بشكل سريع من غير الكود نفسه. فمش مهم يعني، اكتب الكود ده خلاص. وانا بشرح لك ممكن اكون نسيت او حاجه. خلاص، اول حاجه بعمل ريجستر وبكتب رقم التليفون بتاعي. احنا كده ربطنا الفورم وربطنا الاي بي اي وربطنا كل حاجه، يعني مجرد ما انا ادخل كعميل الموضوع هيبقى سهل معايا المفروض. يعني 010 99 ده رقم الشخصي بتاعي مثلا اهو. هكتب مثلا هنا ايه، محمد خالد مثلا، واعمل كونتينيو. اول حاجه عملت ريجستر. طيب هيجي لي كود على التليفون هكتبه قدامكم دلوقتي. تمام، 455 420 بعت لي اهو. يعني كده الاي بي اي شغال مع الفاير بيز. مجرد ما عملت كده دخلني فورا، خلاص عملت اكونت على الموقع بتاعي. دخلني فورا على الموقع. عشان اتاكد ان انا فعلا دخلت على الموقع هروح على الدومين بتاعي واللي انا ادمن في الموقع نفسه. هخش على اليوزرز اللي عندي عشان اشوف ان فعلا ضاف لي اكونت اسمه محمد خالد، وده سبسكرايبر، وده رقم تليفونه كذا وزي الفل وسجل عندي. وممكن كمان في المستقبل نعمل فيديو واقول لك ازاي ده يحصل على اللي هو الوو كوميرس، وازاي العميل يشتري من خلال العملية البسيطة اللي هو عملها وحط رقم تليفون، جاله رسالة دخل من غير بقى تعقيدات ولا نسيت الباسورد ولا الكلام الجميل ده كله. كده احنا خلصنا الفيديو. من فضلك لو حاجة وقعت معاك عيد الفيديو تاني، ولو في اي سؤال عندك ممكن تسألني في الكومنتات. ولو عايز تنضم للكورس المدفوع اللي فتح فرص كتير جدا لناس ما كانتش تعرف يعني ايه ووردبريس، كلمني فورا على هتلاقي في لينك في الواتساب. كلمني فورا وان شاء الله تنضم وتفهم اسرار ووردبريس اللي تخليك فعلا تعمل فلوس وتطبيق عملي يعني. القاك في فيديو تاني ان شاء الله، والسلام عليكم.